عايزين تعملوا حاجة اقتصادية وسهلة وسريعة وفي نفس الوقت طعمها لذيذ جدا؟ مش هتلاقوا أحلى من بودنج الشوكولات والنسكافيه بمقادير كلها بسيطة مش هتبطلوا إنكم تعملوه. أول حاجة هنحضر لتر من الحليب يكون بارد عشان ندوب فيه 4 معالق كبار من النشا. بعد ما ادوبهم كويس هرفعه على نار متوسطة مع التقليب المستمر، وبعد كده هضيف 5 معالق كبار من السكر وهستمر في التقليب لحد ما اتأكد ان هما دابوا كويس جدا. هنلاحظ ان القوام بدأ يتقل معانا لحد ما ناخد السمك المطلوب اللي قدامكم اللي انتوا شايفينه ده. اول ما القوام يتماسك معانا هنطفي النار وبعد كده هنقسمه على 3 اجزاء. قسمته لكميات متساوية بالشكل ده في البولات اللي قدامكم، وبعد كده هنجيب الاطعمة اللي انا هستخدمها. استخدمت هنا نسكافيه سريع الذوبان، استخدمت هنا باكت صغير تقدروا تستبدلوه بقهوة. حطوا الأطعمة اللي انتوا عايزينها. وفي البولة التانية حطيت مكعب واحد من الشوكولات هدوبه كويس، والبولة التالتة هخليها زي ما هي سادة كده. هنحضر بقى الكوبايات او الفناجين اللي انتوا هتستخدموها. هحط اول طبقة من النسكافيه هسيبها ثواني وبعد كده هنزل بتاني طبقة اللي هي السادة وثواني، وهنزل باخر طبقة اللي هي الشوكولات. هننزل بيها واحدة واحدة وهنعمل بيها كده بالمعلقة، هضغط عليها من فوق. وخدوا بالكم ما تزودوش عن مكعب شوكولات واحد عشان القوام هيتحول ويبقى خفيف جدا مش هيبقى متماسك زي البودنج. وده كده شكل الكاب النهائي بعد ما رصصناه فوق بعضه. شايفين شكله خطير قد ايه؟ بعد ما نسيبه يبرد شوية هنحضر بقى استرتش وهنغطيه من على الوش بالشكل ده، وهندخله التلاجة من 2 ل3 ساعات، مش بياخد وقت كتير. وهنا بعد ما طلعناه من التلاجة شايفين شكله خطير قد ايه؟ هيطلع معاكم متماسك جدا. وشايفين شكل الطبقات فوق بعض شكلها تحفة. تقدروا بقى تاكلوه هو في نفس الكب. انا هنا بخرجه بالشكل ده عشان اوريهولكم. بفرغه من الجوانب بالشكل ده وبعد كده هقلبه بيتقلب معاكم بمنتهى السهولة. ده الشكل النهائي ليه. شايفين شكله قد ايه خطير؟ هندي بقى كمان رشة من الشوكولات من فوق كده. وده الكاب الرابع خليته زي ما هو وهديله رشة كده من الشوكولات المبشور. شايفين شكله تحفة قد ايه؟ اظن مفيش بقى اسهل ولا احلى من كده. تحلية باردة سريعة وفي نفس الوقت طعمها كان خطير. اتمنى بقى ان انتوا تجربوه وتقولوا لي ايه رأيكم، ومتأكدة انكم مش هتبطلوا انكم تعملوه.